بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. هنبدأ إن شاء الله 50 خطوة في صيانة السيارات. ال50 خطوة دول هيفيدوك بإذن الله إن عندك الأساسيات اللي تقدر تتعامل مع أي عربية أيا كان نوعها. مجال سيارات هو أنت مش محتاج منه أكتر من أساسيات ومهارات تشخيص أعطال. طب احنا النهاردة هنتكلم عن المعلومات ومصادرها والحاجات المختلفة في السيارات وايه البنود اللي أنا محتاج أراجعها في الصيانات. أول حاجة كده بسم الله، انت عشان تكون مميز في المجال محتاج تشتغل بطريقة علمية عملية هندسية. بمعنى انت لو عندك في البيت موبايل، جيت اشحن الموبايل مش حنش. فانا هاجي افكر الموبايل مش حنش وانا بصيت لقيت ان كان في حاجة مركونة مثلا على الشاحن او سلك الشاحن، على السلك بتاع الشاحن. طب الموبايل عشان يشحن محتاج ايه؟ محتاج شاحن، مصدر كهرباء، وصلة، التليفون نفسه. فاذا العيب كده انا عرفت الدنيا شغاله عندي ازاي كسيستم. ابدا ابص بقى افكر، طب سبب المشكله دي ايه؟ لو بصيت اقول ان السلك مثلا انا راكن الشاحن موبايل بالشاحن والسلك متني، فاذا وارد ان يكون مكان الشاحن نفسه باظ او مكان الوصله نفسها باظت. ده تفسيري اللي ليا. بعد كده هفرض رأية الاحتمالات. ممكن يكون عندي مشكلة في الوصل مكان الشحن نفسه، ممكن يكون مشكلة في الشاحن، ممكن يكون مشكلة في الفيشة، ممكن تكون مشكلة في الوصلة. وابدأ اشوف اني اقربهم الاحتمال للعطل والحالة اللي موجودة عندي وابدأ اطبق عليها واكمل اختبارات عليها. تمام، ده في الموبايل. طب لو قلت لك مايكرويف مثلا مش شغال في البيت، الميكرويف مش شغال، لا اما هو فيه مشكله، لا اما الكهرباء عن طريق السلك فيها مشكله، لا اما الكهرباء مش جايه من الفيشه. طب اني اقربهم، اني احتمالات قريبه، لقيت مثلا السلك مقطوع فانا هراجع على السلك مبدئيا او مكان فيه تقشير في العزل بتاع السلك. في العربيه عميل جالك بيقول لك انا عندي مثلا آه باجي الصبح، بقفل المفتاح سويتش بتاع الفتح والقفل، التشغيل، بتفضل العربية شغالة. طب ماشي، انت عندك كده ممكن تكون مشكلة في الدايرة بتاعتها، في السويتش نفسه، في حاجة مشغلة بتقول الكنترول ان لا السويتش ده مش قافل، في قفلة في الضفيرة، في قفلة في السويتش. فانا ابدا افكر واشوف السيستم شغال ازاي وابدا افكر عليه. فهي دي الفكرة العلمية والعملية، ان انا هقعد اعرف ان الظروف المشكلة شغالة ازاي والسيستم ده شغال ازاي، ابدا افكر مع نفسي تفسير منطقي وعلمي، وابدا استخدم نظريه الافتراضيات دي هنتكلم عليها حالا. اللي هو ازاي نظريه الافتراضيات؟ انا هفضل اسال كل شويه ليه، اجيب لها اجابه، اسال بعدها كمان شويه ليه، اجيب لها اجابه، اسال ليه، اجيب لها اجابه، لحد ما اوصل للسبب الجذري احله. يبقى انا كده انسيت المشكله دي تماما. مشكله ان سلك مثلا على سبيل المثال، سلك بتاع حساس شكمان وقع على الشكمان درجة حرارة عالية، السلك ساح. لو انا غيرت حساس من غير ما قلت هو ليه وقع، هيقع تاني وتالت ورابع. طب تعال نبص على مثال بسيط جدا. وانت ماشي الصبح لقيت واحد واقف بعربيته بيدور، عربية مش عايزة تدور. واحد معدي جه اداله وصلة، العربية دارت. فهنا اول حاجة هبدأ افكر، عربية دارت، فاذا كده المشكلة عندي مشكلة بطارية. البطارية بقى، هل البطارية فاضية شحن ولا البطارية بايظة؟ هسأل نفسي السؤال ده. هقول هي العربية البطارية مشكلة مثلا بطارية سليمة بس هي حصل لها تفريغ. اختبرت البطارية لقيت البطارية سليمة، فإذا حصل تفريغ للبطارية أو ما حصلهاش عملية شحن، واحد من الاتنين.
ادي نظرية الافتراضية. هقول ليه طيب البطارية حصل لا ده لا ده. هقول بقى ايه، نظام الشحن مثلا دينامو ما شحنهاش. ماشي، دينامو ما شحنهاش ليه؟ هل المشكلة في الدينامو؟ هل المشكلة خارجية في حاجة بتأثر على الدينامو؟ كله وارد. وارد يكون مشكلة في الدينامو، وارد يكون مشكلة في التحكم بتاع الدينامو، وارد مشكلة في السير بتاع الدينامو، كل ده وارد. فاقول السير، بصيت اقول ساعتها بصيت لقيت السير فيه مشكله، فحص نظري بالنظر هيجيب لك 30% من الاعطال تقريبا، لقيت ان المشكله في السير. طب هل المشكله في السير ان مثلا السير ده بيكون عليه شداده؟ هناخد الحاجات دي بتفاصيل ان شاء الله. فالسير ده عليه شداده عشان تحكم شد بتاع السير. السير لازم، اي سير لازم يكون له نسبه شد معينه. الشداده دي فيها مشكله، ولا السير نفسه اللي فيه مشكله؟ وارد. ولا في حاجه مفكوكه. طب احنا وصلنا قلنا لا، لقينا بصينا افتراضيات ان في حاجه مفكوكه. حاجه مفكوكه، اذا المشكله اللي عندي ان حد كان عامل اعمال سابقه وما صلحهاش. فهسال كده مع نفسي، انا بقى هاجي بقى بعد ما احل المشكله دي وعرفت السبب الجذري وحليته، هقول لنفسي ليه ما سالتش العميل الاول الظروف المحيطه؟ كان هيقول لك ان انا كنت عامل مثلا شغل كذا والعيب ده بدا يظهر، فاذا عرفت ان المشكله في الشغل او حاجه فيها آه، ضبط خطأ. طب انا عايز معلومات للسيارات، ايه المعلومات اللي انا محتاجها؟ انا دلوقتي مركز صيانه، او انا هشتغل في صيانه، فالعميل هيجي لي يصلح عربيته. في عندك اتنين مانوال، في سيرفيس مانوال واونر مانوال. اونر مانوال ده كتيب المالك موجود، هتلاقيه موجود في جود درج التابلو، او هتلاقيه اونلاين متاح. هتلاقي فيه علبه الفيوزات، هتلاقي فيه العميل ازاي، طرق التشغيل. معظم العملاء ما بتقراش اصلا السيرفيس الاونر مانوال. طب انا هستخدمه في الصيانه ايه؟ ممكن تلاقي فيه طريقه عمل ريست لمبه الصيانه، ممكن تلاقي مواصفات، هتلاقي اكيد مواصفات الزيت، ممكن تلاقي كميتها او لا، هتلاقي كل مواصفات بقى الزيوت، كل السوائل اللي موجوده عندك مواصفاتها موجوده. هتلاقي ضغط الكاوتش ومقاسه. هتلاقي في بعض شركات بتحط بتحط الجدول بتاع الصيانه، في عربيات لا، في عربيات، في بعض كان بيحط كمان طريقه برمجه الريموت. ده زمان بعربيات اللي كانت بتتبرمج ريموت مانوال، ريموت العربيه. هتلاقي ليه لو فيها ريست في التي بي ام اس. ده الاونر مانوال. هتلاقي مثلا عايز تغير بوجيهات، فانا لا، ممكن تخش هتلاقي بوجيهات في اونر مانوال بيحط مواصفات الفنيه للبوجيهات، في اونر مانوال بيحط مواصفات الفنيه بتاعت الزوايا. فانت بتبص الاونر مانوال للحاجات اللي انت سريع. سيرفيس مانوال ده بقى اللعبه كلها، في كل ما انت عايزه، في كميات الزيوت ومواصفاتها والاختبارات بتاعة التشخيص، وفي المواصفات كمان بتاعة عزم الرباط، وكل البيانات اللي انت محتاجها. بس السيرفيس مانوال انت بترجع له بتقف، يعني مثلا في حاجات المفروض بتاخدها مع التريننج وتطبقها على طول. هتلاقي في طريقة فك مثلا فلتر بنزين، بس انت هل انت محتاج؟ لو انت خدت تدريب عليها فانت مش محتاج ترجع له، انت بترجع للسيرفيس لما بتقف. خلي بالك من المعلومة دي. طب انا محتاج اقسم كتينه، اول مره اقسمها، لا محتاج سيرفيس مانوال طبعا. محتاج طريقه فك فلتر الزيت. طب انت لو فكيته قبل كده خلاص انا مش هرجع له، لو ما فكيتهوش لا هرجع له. ده بالنسبه للسيرفيس مانوال. طبعا اي ما تفتح اي سيرفيس مانوال بيكون متقسم لسكشن حسب كل شركه، بس في حاجات ثابته، في حاجات ليها علاقه بالسمكره، في حاجات تحذيرات دي هتبقى موجوده في الاول لانها مهمه جدا. ممكن يقول لك رقم الشاسيه بتاعه ده، الرموز معناها ايه عشان تبقى انت عارف. وهيقول لك رباط العزم لكل حاجه، وهيقول لك اماكن الاجزاء، وهيقول لك كمان الاختصارات اللي مستخدمها في السيرفيس مانوال ايه. وهيديك جدول الصيانه، بس بيديك جدول الصيانه، بيديك بقى جدول الصيانه على ظروف عاديه وظروف شاقه. معظم بيشتغل على ظروف شاقه عشان يكسب اكتر. وهيديك طبعا كل المواصفات بتاعت الصيانات والبنود بتاعت الصيانه اللي هتعملها. وفي عربيات هتديك نقط تشحيم، وفي عربيات لا. هتلاقي مثلا من السكاشن متقسمه جوه السيرفيس مانوال، الموتور، كل عربيات فيها موتور، لا اما موتور انترنال كومبشن انجن، لا اما الكتريكال موتور. خلينا بقى في العربيه بتاعتنا هي البنزين او الديزل.
هتلاقي في السكشن بتاع الموتور لازم يديك تشخيص، هيديهولك هيقسمهولك لجزئين، ممكن يقسموا اكتر من جزئين. هيديلك انجن مانجمنت، القصه بتاعت الكنترول والسنسور وده وظيفته ايه وديسكريبشن بسيط ليه، وهيديلك جزء ميكانيكال اللي هو فك والتركيب، داخل معاك بقى الدورات اللي موجوده في الايه في المحرك. ده مثلا على سبيل المثال. هديك بقى الكل بقى هيفضل هيقسمها حسب كل شركه بتقسمها ازاي. الفتيس مثلا ليه سيكشن سواء مانوال ولا اوتوماتيك، بس في الاخر مش ممكن ما يديلكش العمره. في شركات بتديلك العمره وفي شركات ما بتديلكش العمره، لكن هيديك بقى المعلومات واجراءات التشخيص كامله، وهيديك فك الفتيس والتستات اللي هتعملها، المبرد، عزم الدوران، كل ده هيديهولك. طبعا في السيرفيس، في جزء بتاع الوايرنج، وهيديك المنظومه شغاله الكتريكال، وهيديك المنظومه والوايرنج والاجزاء واماكنها وكل حاجه، ده موجود في السيرفيس مانوال. هيديك طبعا منظومه التكييف، هيقعد يقسمها كمنظومات ويقعد يشرح لك كل منظومه فيها ايه. ممكن ارفع لك كده لينك ان شاء الله، او انت خش على في مواقع كتير هتديك السيرفيس مانوال بتاع الايه، بتاع اي موديل عربيه، انت بس عشان تشوف هو شغال ازاي. طب انا عايز اجيب السيرفيس مانوال ده، هجيبه ازاي؟ في برامج كتير متاحه على النت، برامج تديك سيرفيس مانوال كامل زي اول داتا وميتشل، وبرامج بتديك معلومات اللي هي ماشي حالك اللي انت محتاجها عشان تشتغل بيها، تقسيم كتينة، علبة فيوزات، مواصفات زوايا، ما بيخشش من تشخيص معلومات سريعة زي اللوتو داتا والهاينز والاتش جي اس. ده انا اشتغلت بيه، ده كان حلو جدا، ده افضلهم. يعني لو هرقمهم بالنسبة لي، ده 1 2 3. بس في الاخر دول كجروب بيديني حاجات سريعة، عربية ما قسمتش كتانيتها، عربية عايز اعرف دنيتها، اعرف علبة فيوزات، اعرف موديولات، حاجة السيستم شغال ازاي. لكن الاساس في التشخيص اول داتا واوتو داتا، بس دول مواصفات مش مصرية. يعني لو دخلت في عربية جالك عربية امريكي هتلاقي الداتا كاملة، انها نفس المواصفات اللي عندك في مصر. لكن هتلاقي عربية جي كيا والهونداي لا، مش هتلاقي اصلا موتور 1600 على البرامج دي. تمام. في طبعا شركات، في حاجات تاني كلها بتبقى اشتراكات ايه، اونلاين. في حاجات تانية مهمة جدا بتلاقيها بعيدا عن سيرفيس مانوال. سيرفيس مانوال ده نزل خلاص للشركة بالموديل كذا بالدنيا بتاعته، الدنيا مشكلته ايه. اي عربية لازم يكون فيها مشاكل، لو المشاكل دي حصلت في كذا مكان، لقوا انه مثلا عيب سلكة بتلمس في حتة معينة، مسمار الربط بتاعه مش مظبوط محتاج تعديل، ارضي مكانه مش مظبوط، حساس فيه مشكلة ظهر مع تشغيل كيلومتر عالي، تبدأ الشركة تنزل نشرة فنية تقول لك النشرة الفنية دي كل ما تجيلك العيب كذا 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 طبق كذا 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 يحل لك المشكلة. النشرة الفنية بتقول لك دليل تشخيص ودليل إصلاح. لو العربية في الضمان، النشرة الفنية بتتعمل النشرة الفنية دي على حساب الضمان، لو خارج الضمان بتتعمل على حساب العميل، لأنها في الآخر هي نشرة لمساعدة الفني عشان يشتغل بشكل أسرع وأكثر دقة. في بقى حاجه اسمها استدعاء السيارات ريكول، ده غير النشره الفنيه. النشره الفنيه لما تجيلك العربيه في العطل كذا اعمله. استدعاء السيارات المفروض الشركات تخاطب العملاء عشان تجيب عربيات بقى، زي مشكله مثلا في كنترول مديول زي بتاع الاي بي اس مشهور كده في عربيات الكوري، انه هيبقى بيولع. طيب ماشي، يبقى انا هبدا اجيب الم كل اللي موجود في السوق واجيب حاجات ايه اعلى منه. وفي بقى سيرفيس مانوال متخصص، بس ده في العمارات وعربيات الكلاسيك، هتلاقي ليها حساب حاجات معينه ليها. هتلاقي الفتيس الاوتوماتيك ليه سيرفيس مانوال، واشهرهم شركه طبعا بتاعت اي تي اس جي. ولو حسبت مهما الفلوس هتدفعها، المعلومات في المجال ده هي المكسب، هي اللي بتجيب لك فلوس. قبل بقى كده احنا خلصنا الجزء بتاع المعلومات اللي انت محتاجه تعرفه او انت اللي محتاجه وممكن تدور عليه وتبحث عليه بشكل اعمق. طب انت دلوقتي تعالى بقى نتكلم. قبل ما انت دلوقتي جات لك عربيه، العربيه دي بتجيلك في حاجه من الاتنين، لا اما صيانات لا اما اعطال. في حالة الصيانات انت لازم تكسب العميل عشان يستمر معاك، ان هي خدمة مش محتاجة مهارة فنية عالية. طول ما انت بتأكد على البوينت وتزود الجودة بتاعتها والخدمات المساعدة معاها، طول ما انت هتحافظ على العميل وتكسب عميل جديد. زي ايه؟
ان انت مثلا تيجي الورق الكرتون ده، انت ممكن تلاقي اللي هتلف الطار عشان لو حد ركب العربيه ما توسخش. الحاجات دي كلها بتفرق جدا جدا مع العميل، فبالتالي العميل لو جاب عربيه بتاعته وتوسخت ممكن ما يجيلكش تاني. لو خد العربيه نظيفه هيجيلك، وممكن يجيب لك عميل تاني ويجيب لك عميل تالت ويجيب لك عميل رابع ويجيب لك عميل خامس. انت كسبت. دي مش تكلفه، دي اعتبرها كانها جزء ماركتينج. طب انا هتجيلي العربيه دلوقتي في صيانه، انت متوقع كده هبص على ايه مبدئيا؟ ايا كان نوع الصيانه اللي جاي لك فيه شويه بوينت تبص عليها. حاجات بسيطه جدا قبل ما تخش على العربيه، قبل ما ترفع او اي حاجه هتلف حوالين العربيه عشان لو في عندك كومنت ولا حاجه في الاستلام. بص على ريش المساحات. والله لو جات لك 10 عربيات وقلت ولقيت ريش مساحات بايظه، قلت ال10 اتنين منهم وافقوا تغيير ريش، انت كسبت. تبص على الفلاتر الاساسيه اللي هي متغيره. فلتر بنزين ملهوش اختبار، فانت في على كيلومتر وبتشيله، او لو في مشكله بتغيره. لكن في فلاتر زي فلتر التكييف محتاج تبص عليه، ممكن تعمله انسبكشن ان هو كونديشن. تبص على فلتر الهواء ان هو معتمد على الكونديشن. فلتر بنزين معتمد على الكونديشن، معتمد على الكونديشن، بس انت مش هتعرف تعرفه. فكل الفلاتر داخل العربيه بتتم المراجعه عليها، اللي هو فلتر التكييف وفلتر الهواء. كل ما هو سائل في العربيه داخل معاك في جدول الصيانه. كل ما هو سائل، اولهم واهمهم مستوى زيت الفرامل. تخلي بالك ان لو الخزنه اللي عندك يكون مستوى زيت بين المينيمم والماكسيمم، بين المين والماكسيمم، ولا يقل عن ده ولا يعلى عن ده. بس مبدئيا لو جاتلك عربيه وبصيت على مستوى الزيت لقيته منخفض، هيبقى تسأل بقى السؤال المنطقي: هو ليه مستوى الزيت منخفض؟ هل التيل اتاكل فسبب انخفاض للزيت؟ هبص على حالة التيل، يبقى انا ساعتها كسبت ان انا ممكن ابيع تيل للعميل، خدت فرصة بيع. وبعد كده لو مفيش، لا يبقى في عندي تسريب، يبقى انا هبلغ العميل انت عندك، خلي بالك، ادور على التسريب لقيته ابلغ العميل انت عندك مشكلة تسريب في الفرامل، عشان لو لا قدر الله حصل حاجة في العربية قال لك اعملها او ما اعملهاش، يبقى انت خليت مسؤوليتك وخليت ضميرك منها. فانت لازم تخلي مستوى الزيت بين المينيمم والماكسيمم، ما يعلاش عن الماكسيمم. انواع بقى زيت الفرامل، لو انت هتعمل صيانه هتلاقي نوع زيت الفرامل في السيرفيس مانوال وفي الاونر مانوال. زيت الفرامل بيتكون اول حاجه بدوت ستاندر بتاعه، فتلاقي زيت العربيات القديمه دوت 3. دوت 3 ده بيمتص 2% من حجمه ميه سنويا. لما يمتص 2% في ميه سنويا، فمعنى كده ان كل سنتين يوصل 4%. 4% دي كريتيكال، لازم الزيت يتغير. عشان كده تغيير الزيت بيبقى من 40 50 60 ايا كان حسب الشركه حددوا ايه، وكل سنتين. طب افرض الميه دي لسه موجوده، هتاثر على اداء الزيت ونقطه غليانه هنتكلم عليها، لكن هتاثر في حاجه تانية. اي زيت او اي ليكويد، اي سائل عموما غير قابل للانضغاط. الهواء قابل للانضغاط، فبالتالي لو انا عندي هواء جوه زيت، الهواء ده هيجي منين؟ الهواء هيجي ان الزيت ده جواه ميه، فالميه والطنابير سخنه، الميه جت على الطنابير سخن، اتبخرت هتروح فين؟ دي دايره مغلقه، فعملت لك فقاعه هواء جوه نظام الفرامل. فتيجي تدوس فرامل وانت بتدوس، مفروض ان انت وانت دايس بتضغط زيت، لكن ضغطتك كلها راحه بتضغط هواء. يبقى انت عندك كده بيحصل ان البدال تحت رجلك بايه؟ بسفنجي. ده بسبب ان في هواء في الايه؟ في الدوره. ده الزيت دوت 3 هتلاقيه موجود في السوق المصري، لسه موجود، بس خلاص هتلاقي كل معظم دلوقتي بيستخدم الدوت 4. الدوت 4 هو نسبة امتصاصه للمية اقل من دوت 3، عشان كده هو تكلفته اعلى من دوت 3. فبالتالي المعظم دلوقتي يعني ينفع تحط دوت 4 مكان دوت 3، لكن ما ينفعش تحط دوت 3 مكان دوت 4، لانه هيمتص ميه اسرع ويعمل لك مشاكل في دوره الفرامل. وفي زيت بقى فرامل اسمه دوت 5. زيت دوت 5 ده لونه بنفسجي، وما ينفعش تخلطه ابدا
باي سائل سواء دوت 3 او دوت 4. خلي بالك الفرامل، الزيت عموما طول ما هو زيت هو دراي، اول ما يحط يجي عليه ميه يتحول لايه؟ لويت طري، جاف وطري او مشبع بالمياه. في بقى زيت تاني 5.1. 5.1 ده بقى الزيت درجة غليانه عالية جدا. تمام. الزيت ده مش هتلاقيه في العربيات العادية، هتلاقيه في العربيات اللي بتجري بسرعات كبيرة ومحتاجة قوة فرملة كبيرة وسرعة أداء وفي درجة حرارة كبيرة بتتولد على الطنابير. تمام. فعشان كده لو بصينا للجدول ده كده هتلاقي ان ال 5.1 5.1 درجة غليانه 270 درجة، فبالتالي العربيات اللي أدائها عالي هيبقى الزيت ده بالنسبة لها مناسب جدا. الدوت 3 205. طب تعالى بقى بص معايا لو بقى دخل جوه ميه، نقطة الغليان ال 205 اتحولت ل 140، وشفت ال 270 اتحولت لكام؟ 190. بس برضك حتى يعني مع ده أداؤه مع المية برضك درجة غليان كويسة يعني. بس الأداء مش أحسن حاجة، مش هيبقى أحسن حاجة. عشان كده لازم تخلي بالك من نقطة إن أنت حاطط الزيت المناسب، المواصفة المناسبة، وإن الزيت مفهوش أي درجة، مفهوش أي سائل زي المية. ده اول زيت. تاني زيت عندك زيت المحرك. زيت المحرك هيجي لك العميل كل فتره في اجهزه بتقيس حاله الزيت والحاجات دي، سيبك منها ان كل دي بس هي في الاخر كانها جزء ماركتنج. لكن عموما الزيت لو جالك عربيه تغير زيت، قبل ما تغير الزيت شوف حالته وشوف كميته، عشان لو في تسريب ولا في مشكله تبلغ العميل قبلها. وحط المواصفه اللي الزيت بيقولها، اللي الشركه بتقولها لك. وخلي بالك من الزيوت من حاجات معينه، منها مواصفة اللزوجة. اللزوجة دي من الآخر هيقول لك مثلا 20W50. معنى 20 إن الزيت ده لزوجته 20 عند درجة حرارة -18، و50 عند درجة حرارة 100. ده معنى 20 50. لو تقول ازاي هو الزيت مش المفروض ان يسخن يخف؟ لا، في اضافات بتضاف على الزيت فتخلي العلاقة عكسية. كل ما الزيت يبقى درجة الحرارة واطية بيحصل له انسياب اعلى، وما بيسخن بيبدأ يتحول لزوجة اعلى. فده تصنيف مهم ان انت لازم تحط نفس المواصفة. في تصنيف تاني API. الاي بي اي ده هو عبارة عن الجودة اللي هي حاجة من الاتنين، لا اما اس سبارك دي لعربيات البنزين، لا اما سي كوميرشال لعربيات النقل والديزل. فانت لازم تبص عليه ده ايه، اس ان، اس ان بلس، اس ال، اس ام. وبرضك تشوف السي، سي ايه، هل سي دي كل ده طبعا اتلغى، سي اف 4، سي جي 4، سي اتش 4، سي جي 4، ايا كان بقى المواصفه بتاعت بتاعت الزيت المستخدمه لازم تبص عليها. في مواصفات تانية، في مواصفات يابانية، في مواصفات أوروبية. فالمهم الأونر مانوال بيقول لك أنا عايز مواصفة كذا كذا كذا، استخدم نفس مواصفة الزيت اللي بيقول لك الأونر مانوال. فلاتر الزيت ما تسترخص. لو انت هتعمل لازم تعمل عندك ستوك لو انت شغال في براند معين، وهات نوع نظيف. وخلي بالك لان هو ممكن يدمر مكنه تبقى خسرت. وخلي بالك كمان من نقطه فلتر الزيت. في فلاتر الزيت بيبقى الموتور، احنا لو قلنا الموتور ده هيبقى راكب كده. في فلاتر زيت اصلي ساعات بيجي علامه هنا كده نقطه، كتير بيشوفها بس محدش بياخد باله منها. دي حاجه كده اضافيه عشان بيقول لك وانت بتغير زيت اللي هو بيبقى الوضع ده كده، لو انت فكيت الفلتر الزيت هينزل يغرق الدنيا. فالمفروض ان انت بتحط المكان بتاع مكنه الزيت انت تحتيه، وبتخرم ده بمفك فينزل الزيت وبعد كده تفك الفلتر. دي من الحاجات اللي مثلا عايز تفرق بين فلتر اصلي ولا مش اصلي هو بالوضع ده. ميه التبريد، احنا كده خدنا زيت فرامل، زيت موتور، وهناخد ميه تبريد الموتور. في انواع كتير جدا ليها. المهم ان انت تبقى عارف انها مش باللون، هي بالمواصفه. شوف المواصفه اللي عندك ايه وتجيب عليها. تشوف بقى المواصفه ايا كان بقى شغال المواصفه ايه. تمام. دي هي فيها
الاي اي تي وال او اي تي، وفي كمان الهايبر اللي هي الاورجانيك اسيد تكنولوجي. ايا كان نشوف المواصفه اللي عندك وهات عليها زي ما هي. انت شايف دي مواصفه فيها كذا لون. بعد كده نخش على السائل اللي بعده، فتيس الاوتوماتيك. فتيس الاوتوماتيك هتلاقي عندك هنا ساعات بيبقى فيه لو عليها عصايه بيبقى علامتين، علامه هوت وعلامه كولد. ليه؟ لان درجه حراره الفتيس ممكن تقيسه قبل ما تتحرك وممكن تقيسه لما تتحرك، فعشان كده بديك مقياسين. الموتور بيتقاس الزيت في درجة حرارة التشغيل، يعني الموتور يبقى داير لو حتى هتدور 3 4 دقايق 5 دقايق وتبطل، وبعد كده بتقيس الزيت. خلي بالك من النقطة دي. لو انت لقيت العلامة أقل من المينيمم مبدئيا كده الفتيس ده ناقص نص لتر. تمام. قياس الزيت بيبقى على البي أو الإن، وليه كذا طريقة، منها طريقة عن طريق عصاية، ممكن يكون عن طريق طبة، ممكن يكون طريقة عن طريق طبة في الجنب او طبة من تحت، دي كذا طريقة. طب زيت الفتيس الاوتوماتيك. زيت الفتيس الاوتوماتيك احنا قلنا راح تجيب فتيس الموتور، هتروح تشتري طريقة عن طريق اللزوجة والجودة. طب زيت الفتيس، كل شركات الفتيس الشركات بتنزل اصلية، هو بتنزل الزيت بمواصفة معينة، لازم تجيب نفس المواصفة. طب لو انا هجيب حاجة افتر ماركت، بص على ظهر الجيركن انه يكون مكتوب عليه مطابق للمواصفة كذا، ولو لقيته بقى هو هيلمان مطابق لكذا والكذا 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 ما تستخدمهوش. يعني اللي هو زيت شغال في كل الدنيا، ما لا ده كده بيسافر بيقول الزيت بيسافر المحيط، كبر دماغك منه. وانت شغال مع الزيوت هو في الاخر هيكون ليه رينج مواصفات معينه. يعني هنا الزيت الفتيس الاف ده مش هتلاقيه مستخدم اساسا، خلاص انتهى. هتلاقي فيه عندك دريكسون 3 او الفي دي في الامريكي. فانت هتجيب عندك زيت، يعني الفي ده لو عندك الزيت الفي بس ده ممكن تحط مكان الدريكسون 3 عادي جدا. ومفيش زيت ابيض واحمر، الزيت مواصفه مش لون. في بعد كده حصل اضافات عشان تعلي الاداء وتقلل معدل الاحتكاك، فبقى عندك بقى ايه، كذا مواصفه. يعني انت عندك بص هنا كده اي تي اف 4 ده بتاع جيب، في عندك دريكسون في اي، في عندك اي في، ايا كان بقى تشوف السيرفيس مانوال بيقول لك هو بيستخدم زيت ايه وتجيب الزيت ده او الزيت المطابق ليه. طبعا لو العربيه باور زيت، احنا كده خلصنا. انت فتحت الكبوت، رجعت على زيت فرامل، رجعت على ميه مستوى وغيرتها لو محتاجه تغيير، ورجعت على زيت محرك وزيت فتيس. لو انت العربيه زي باور علبه دركسيون زيت، بص معاك على مستوى زيت الايه، الباور، لان هو لو قليل هيخلي ترمبة الباور اتحرقت وعلبة الدركسيون اتحرقت، يبقى على ايه، انت حليت مع مشكلة قبل ما تحصل. لو فيها حصل تسريب ولا حاجة تحط زيت لحد ما تعالج مشكلة التسريب. طبعا هتراجع طبعا مية المساحات دي تبقى حاجة كويسة انت هتراجع عليها وتزودها، حتى لو انت مركز صيانة البنود دي مهمة جدا. تبص على السيور وتظبط ضغط الاطارات. اي عربية هتجيلك هتكون محتاجة تراجع ضغط الاطارات. ليه؟ لان الاطارات دي ممكن تسعر الكاوتش دلوقتي برقم، فانت لازم تظبط ضغط الكاوتش، لازم تعمل تاير روتيشن عشان تقلل ضغط، تقلل معدل التآكل. ده هنتكلم عليه ان شاء الله لما نيجي على الجزء بتاع السسبنشن. بس انت مبدئيا مظبط ضغط الكاوتش هتوفر له بنزين. ضغط الكاوتش تعرفه، نرجع للاونر يا اما سيرفيس مانوال. تمام. التاير روتيشن ده بيكون موجود في سيرفيس مانوال، طريقته ازاي؟ بس في حاجات بتبقى جنرال، اللي هو هتبدل مكان الاطارات عشان تزود عشان تزود عمر افتراضي عن طريق ان هو اطارات اللي قدام هتتاكل اكتر من اللي ورا، انها بتحصل لها عمليه ستيرنج. فلما تقعد تبدلها مع اللي ورا معدل التاكل هيتوزع على الاربع عجلات، وبالتالي زودت العمر الافتراضي بتاع الاطارات بحاجه بسيطه جدا. ولازم تبص على الاطارات وتشوف لو فيها مشكله ولا حاجه، انت كده محتاج تبلغ العميل انها حاجه مهمه وسيفتي. طبعا زيوت الكرونه لازم تراجع عليها لو عربيه على كرونه. والمانوال لازم تراجع، لو عربيه مانوال هتراجع عن طريق طبه ملهاش عصايه. تمام.
فاي سائل عندك بيتم المراجعة عليه وبيتم تغييره في حالة ان هو محتاج تغييره. شكرا.